اجي معايا نحضروا اروع الات دقرت بحجم كبير كيجي حسن ديال المخابز، كيجي خفيف رطب ولذيذ للغايه. فيلا نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. هنا جبت واحد الاناء فاش غادي نخلط. اول حاجه درت واحد الرشه ديال الملح، من بعد زدت السكر، زدت حبات ديال البيض، غادي نزيد الزيت، وغادي نزيد الخميره ديال الخبز والخميره ديال الحلوى. ومن بعد غادي نخلط هاد المكونات مزيان بالطراب اليدوي حتى يندمجوا. وغادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب الاول، كنخلط مزيان، من بعد كنزيد الكاس ديال الحليب الثاني. بطبيعه الحال الحليب يكون دافي وتقدروا تعوضوه حتى بالماء. من بعد ما غادي نخلطهم مزيان غادي نزيد الدقيق، ولكن ما غاديش ندير كاع الكميه ديال الدقيق اللي عندي. في المرحله الاولى غادي ندير غير كاسونس ديال الدقيق فقط، يعني الخليط غادي نخليه سائل. حتى المرحله الثانيه عاد غادي نزيد الكميه ديال الدقيق اللي خاصني. صافي من بعد ما غادي نخلطو مزيان غادي نغطي عليه وغادي نخليه يرتاح تقريبا هكاك واحد نصف ساعه، يعني على حساب الجو. الا كان الجو سخون 15 دقيقه راه كافيه، وإلا كان بارد ديروا نص ساعه. من بعد ما ارتاح داك الخليط والخمور يعني طلعت فيه ورجع القوام ديالو هكا شويه ثقيل، ضفت الزرارع اللي محمرين ومهرمشين وبديت كنضيف الكميه ديال الدقيق اللي خاصني. هنا استعملت غير سباتولا منين كنت كنجمع العجين. صافي من بعد ما جمعته دهنت يديا بشويه ديال الزيت وغادي نجمع هكا العجين مزيان، نديرو على شكل كويره. فضروري ما تدهنوا يديكم حيت غادي يبدا يلصق لكم هكا في اليدين، يعني ما كتدلكوه ما كتعجنوه، فقط يعني كتجمعوه وكتخليوه. من بعد ما جمعته غادي نغطي على الاناء بالسلوفان، وكنزيد من فوقو شي منديل اخر وكنوضعو في مكان اللي يكون دافئ وكنخليه حتى يخمر مزيان ويضاعف الحجم ديالو هكاك واحد جوج ديال المرات. من بعد ما خمر كنوضعو على سطح العمل اللي يكون مرشوش بشويه ديال الدقيق، كنفرغ منه داك الهواء اللي كيكون في الداخل ديالو. من بعد كنبدا نقسمو القطع اللي يكونوا شويه كبار. فانا درت الحجم كبير، وانتم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تكبروا او تصغروا. فانا هاد الكميه ديال العجين يعني خرجت منها 6 ديال الحبات، ولكن الحجم ديالهم راه كان كبير كما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. صافي من بعد ما قسمته غادي نبدا هكا كنكور داك العجين الكويرات. من بعد كنوضعهم هكا جانبا، دائما سطح العمل يكون مرشوش بشويه ديال الدقيق باش ما يلصقناش العجين من التحت. من بعد كنغطي عليهم بواحد المنديل، كنخليهم يرتاحوا غير واحد الخمسة دقائق باش منين نبدا نقرصهم يتقرصوا معايا بكل سهوله والعجين ما يبداش هكا كيرجع. من بعد ما ارتاحوا قليلا كنجيب الدلك وكنبدا هكا نقرصهم. غير حاولوا انكم ما ترققوهمش بزاف في التقراص باش يجي الشكل ديالهم زوين منين يطيبوا ويجوا هكا يعني طالعين ومفشفشين، حيت الا كانوا رقاق بزاف حتى الشكل ديالهم ما كيجيش زوين. صافي من بعد ما غادي نقرصهم غادي نستفهم هكا في اللاطا فاش غادي يطيبوا، وغادي نغطي عليهم بواحد المنديل ونخليهم يخمروا. ومن بعد ما خمروا غادي ناخذ صفار بيضاء اللي ضفت لها قطرات ديال الخل والقليل من القهوه سريعه الذوبان، ما تكثروش القهوه